ياض ده انا ملك اللعبة، ضرباتي بتتدرس. لما نشوف هتتدرس ازاي. يا ترى انت لعيب يعني ولا ايه؟ هدخلها من خبطة واحدة. ايوه. ايه الاحراج دي؟ ده كده في احراج جامد قوي. ده شد عضلي بس بيجي للمحترفين. ماشي. هي دي حركة البطولة. ما هو باين اهو. اهدى يا عم الحاج، اهدى، مفيش حاجة تستدعي ده كله يعني. اهدى يا عم الحاج، اهدى يابا، مفيش حاجة والله تستدعي ده كله. لا ده سحبت خالص. عشان كده بيخلوا مواعيد البنات لوحديها. ايه اللي هيحصل؟ ايوه، ايه اللي هيحصل برضو مش فاهم لحد دلوقتي. في خوفها تعلن احتجاجها تبقى هي دي الله. لا كده. فعلا والله عشان كده بجد بيخلوا مواعيدهم لوحديها. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. المديرة بتمنع بنت ان هي تخش المدرسة بتاعتها وان هي تقدر فصلها. طب ليه يعني؟ ليه يا ست الكل؟ ليه؟ مش فاهم يعني. هو ده التعليم؟ المديرة بتضرب بنتي وبتمنعها ان هي تخش فصلها وتحضر الدراسة بتاعتها. ايه الموقف اللي البنت عملته يستدعى ان هي تتمنع دخولها من المدرسة ولا؟ هي دلوقتي في مكان الدراسة بتاعتها، تمام؟ محدش يمنعها. المديرة بتاعت مدرسة الثانوية اللي حلت ابو علي بنات بتجبر بنت ان هي ما تحضرش الدرس بتاعها ولا تخش فصلها. وعايزه تدخل بس بكالوريا. ايوه عشان كده عايزه البنت تحول بكالوريا. طب ليه يعني؟ اوسخ من كده مفيش، عمري ما شفت اوسخ من كده. لو خيروك يا سوزي بيني وبين احمد عز هتختاري مين؟ لو خيروكي بيني وبين احمد عز تختاري مين؟ اكيد احمد عز طبعا، يعني ما فيهاش كلام. بينك انت؟ ايوه يا حاجه، بين انا واحمد عز في ايه؟ هختارك انت عشان احمد عز مش هيختارني. قولي كده. يا لهوي عليك يا سوزي، دماغ برضه مش سهله. 50% برضه يا جدعان. استاذ نور، ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ حد يضرب مدير الشركه كده وجوزها واقف كمان؟ انت اللي مالكش لازمه بتضربها بالقلم؟ اوعى تتهور، هيجيب لك البوليس دلوقتي. اتهور. يعني انا اللي ماليش لازمه وانت اللي ليك لازمه قوي؟ يا دني ايه موضوع الاقلام ده؟ انا اضربك وانت تضربه وهو يضربها وهي تضربهم. هو في ايه؟ انت اتجننت؟ لا والله ما اتجننت يا بيه، انا عقلت. انت ازاي تمد ايدك عليا وعليها؟ انت ازاي تتجرأ وترفع ايدك وتمد ايدك عليا بالقلم؟ يا استاذ نور مش قصدي والله، مش انت. يطرد الحيوان ده بره الشركه حالا. حالا يطرد يا باشا، دلوقتي حالا هجيب له البوليس يطرده. مش مستاهله ده كله. اهدى بس انت. هتطرد بره الشركه؟ انت موظف زيك، يعني انت اخرك تتحكم في نفسك. يا دي النيل، طلع موظف زيه. هو ده اللي انت اتعلمته من وظيفتك يا محترم؟ هي الوظيفه بتعلم ايه؟ مش فاهم يعني. تسلم الشرطه يا استاذه، انا كده اصلا مش فارق معايا الشغلانه دي وعايز اسيبها. انا بايع الدنيا. اتخنقت منها. عناية يا حبيبي، انا هجيب الشرطه دلوقتي حالا واروح اجيبهم لك. ايه هتسيبها لي لوحدي يعني؟ هخاف؟ انا قاعد مستنيك يا بابا. يا استاذ نور بالله عليك حقك عليا ما تزعليش مني. ازاي يا ابني؟ ما انت لسه ضاربها بالقلم دلوقتي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ والله العظيم انا بقصد كل اللي حصل ده. والله ما كنتش تقصد. والله ما كنتش تقصد. ده انت ضربتني بالقلم قدام جوزي. ده انت ضاربني بالقلم. امال لو كنت تقصد يا رمزي كنت عملت فيها ايه؟ كنت عامل اكتر من كده يا استاذه نور، معلش سامحيني. انا غلبان والله، غلبان ومحتاج الشغلانه دي قوي، بس يعني ده انت حته فرد امن شغال في الشركه بتاعتي، يعني لحم اتفك من خيرك. اهدي يا حاج، اهدي يا ماما، بالراحه على الولد غلبان ولابس فرد امن. اللي انا شايفه ان هو عايز يساعدك، اسمعي منه بس للاخر. اعمل معايا انا كده. يا استاذه انت مش فاهمه حاجه. مش فاهمه حاجه؟ انت ضاربني بالقلم. على العموم يا رمزي انا كنت بتعامل معاك كانك اخويا الكبير، بس توصل بيك الجرأه انك ترفع ايدك عليا ازاي؟ ده هو انا اصلا عملت لك ايه؟ ولا اي حاجه، وانا ما عملتلكوش اي حاجه. تضحكوش ليه؟